يا مساء الهنا، هنسمي بالله ونبدأ في وصفتنا على طول من غير لكلكة ولا كلام كتير. ووصفتنا زي ما انتم شايفين قرص الأفران بالسكر والقرفة، طعمها في منتهى الجمال. ونسمي الله ونشوف هنعمل ايه. معايا كوباية ونص من المية، والكوباية اللي هنعاير بيها هي نفس الكوباية. كوباية ونص من المية، مية عادية خالص من الحنفية. نحط عليها معلقتين كبار من السكر، ومعلقة خميرة، ومعلقتين من اللبن البودر لو موجودين. لو مش موجودين استغني عنهم خالص، مفيش أي مشكلة، هما مش اساسيين في الوصفه يعني. هقلب الكلام ده كله مع بعض لحد ما اتاكد ان السكر بتاعي داب. وبعد كده هضيف عليهم بقى ربع كوبايه من الزيت. تمام. انا بقى بحب ازود، لو عندي سمنه بلدي بحب احط معلقه من السمنه البلدي، لو موجوده حطيها، مش موجوده ما تحطيهاش، برده مش اساسيه في الوصفه. بس انا بحب احط المعجنات سمنه، بتديها طعم حلو قوي. وهحط 4 كوبايات، انا هستخدم 4 كوبايات ونص، بس هنزل الاول 4 كوبايات زي ما انتم شايفين كده، وهخلي النص على جنب لما نشوف هنحتاجه ولا لا. لان زي ما احنا عارفين ان الدقيق بيختلف نوعيه عن نوعيه، مش كل الدقيق بياخد نفس الميه. نسيت بقى اقول لك، لو اول مره تشوفيني وعجبك اي حاجه من الفيديو بتاعي واستفدتي حاجه من الفيديو بتاعي، يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه، واتفرجي على الفيديوهات القديمه فيها حاجات كتير هتعجبك. زودت بقى شويه الدقيق، النص كوبايه التانيه، يبقى احنا خدنا 4 كوبايات ونص، نص كيلو يعني. وافضل اعجن فيهم مش اقل من 10 دقايق. اي معجنات عندك عايزاها تنجح معاكي اعجني فيها براحتك. الحاجات الوحيده اللي ما بتتعجنش البسكوت، غير كده اي حاجه فيها دقيق بتتعجن كويس جدا. هعجن كويس قوي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هلم العجينه بتاعتي في نفس الطبق زي ما هي، لميتها كده على بعضها. بصوا العجينه فيها مطه كده بتلزق سنه، لكن مش بتلزق قوي. هغطيها واسيبها لحد ما تختمر، تاخد نص ساعه، تاخد ربع ساعه، على حسب حراره الجو عندك. عقبال ما تختمر بقى هنجهز الحشوه بتاعتنا، اللي هي عباره عن 4 معالق سكر كبار او 5 على حسب انت عامله عجين قد ايه، دي قد ايه. وبعد كده معلقه من القرفه، وزودي القرفه لو انت بتحبي طعم القرفه اكتر. هحط معلقه كمان من الدقيق، والدقيق هنا بيساعد ان السكر ما يسيحش ويطلع من العجينه. الطريقه دي انا خدتها من حد بتاع مخبوزات، يعني بتاع فرنه، حلوه قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وبعد كده هجيب كوبايه من الميه، ميه من الحنفيه عادي، وهحط عليها معلقتين من السكر واقلبهم لحد السكر ما يدوب كويس. وعندنا السمسم بقى طبعا متنقي ومتنضف كويس. الكميه برضو على حسب انت هتعملي قد ايه. هنركنهم بقى على جنب. وكده العجينه بتاعتنا اختمرت، بسم الله ما شاء الله، عجينه ناجحه جدا وسهله وسريعه، مش مكلفانا اي حاجه خالص، دقيق وميه. وكده كده الزيت عندنا، كلنا عندنا الزيت في البيت، بس يا ريت يكون زيت نوعيه كويسه. قطعي بقى العجينه، حابه تحطيها على رخامه وتقطعيها براحتك، حابه تمسكي كده زي انا ما قطعت على طول. وبصوا يعني قد الليمونه الكبيره. وهنا ممكن تتحكموا فيها براحتكم، لو انتوا عايزينها اكبر من كده مفيش مشكله. النص كيلو عمل معايا 23 قرصه بسكر، يعني 23 فطيره كده. كبروا او صغروها على حسب انتوا حابين تعملوها ازاي. طريقه الحشو سهله جدا. هنمسك حته العجينه نفتحها بصباعنا كده من النص، وبالمعلقه هنملاها. بصوا هنا انا ما كنتش فتحت العجينه قوي فتحسوا ان السكر طالع بره، هظبطها في اللي بعد كده. ونلم العجين من تحت لفوق كده، نلمها كلها. بصوا نقفل العجينه على ايدينا. بصوا طريقه تشكيلها سهل جدا. ال 23 قرصه ما خدوش 10 دقايق بالظبط تشكيل. همسكها بقى كده خلاص، قفلتها واتاكدت ان هي اتقفلت كويس قوي. هنجيب الميه المسكر اللي احنا عملناها، ومن مكان ما قفلتها كده زي ما انتم شايفين همسكها واغطسها تغطيسه خفيفه كده في الميه، يعني بخليهاش يا دوبك منزلها الميه واطلعها عشان السمسم يمسك فيها. وحطيت فيها سكر ليه؟ عشان السمسم بتاعي يبقى مسكر وليه طعم. بحطها في السكر وبدوس عليها دوسه خفيفه واطلعها بمنتهى البساطه، وافردها بقى ادوس عليها دوسه تانية ونحطها في الصينيه. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو جدا، والسمسم مش كتير. انا كنت حاسه ان السمسم كتير في الفطيره، بس بعد كده لما تاكليها هتلاقي طعمها حلو. بصوا حبايبي، واحده كمان اهي عشان اكد عليكم المعلومه. بنفتحها كده من النص ونحط السكر ونقفل بمنتهى البساطه. بنحطها في الصواني بتاعتنا ونسيبها تختمر كويس 10 دقايق ربع ساعه كمان.
وبعد كده في الوقت ده نكون مشغلين الفرن على درجه حراره عاليه، اعلى درجه حراره عندك، ونحطها في الرف الاوسط من الفرن. لو الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت شغليه، بيشتغل من تحت بس، هنشغله متاخدش اكتر من 10 دقايق في الفرن وبتكون استوت. وقبل ما نطلعها نشغل عليها الشوايه، وبتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. تحفه، عجينه هشه جدا قطنيه حلوه قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ما تنسوش الفطاير بتاعتكم في الفرن، هي بس واحده بس اللي اتلسعت الحمد لله، لكن كل الفطاير حلوه قوي. اتمنى تجربوها وتكونوا استفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي. واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه. وبصوا بسم الله ما شاء الله طالعه ناجحه وحلوه قوي. يا مساء الهنا، يلا نسمي بالله ونبدا في وصفتنا على طول من غير كلام كتير. وصفتنا زي ما انتم شايفين، هنعمل النهارده فينو باسهل طريقه من غير تعقيد ولا مكونات كتير. نسمي بالله وندخل على وصفتنا على طول. اول حاجه معايا نص كوبايه ميه من الحنفيه عادي، الجو لسه حر، لو الجو برد شويه طبعا ندفي الميه شويه. وحطيت معلقه مش مليانه خميره ومعلقتين مليانين سكر. ما تبالغوش في الخميره، دي مقادير النص كيلو تمام. احسن اختبار للخميره اللي احنا بنعملها دي، لو انت متاكده من الخميره بتاعتك اشتغلي على طول. هنسيبها 5 دقايق بالظبط لحد ما تعمل فوم كده زي ما انتم شايفين، او تفور شويه كده. انا اتاكدت ان الخميره بتاعتي سليمه 100%. بعد كده هجيب نص كيلو دقيق. انا هديكي مقادير نص كيلو، انت اشتغلي براحتك. حطيت نص معلقه صغيره ملح ومعلقه مليانه صغيره بيكنج باودر، يبقى نص ملح معلقه بيكنج باودر. وحطيت معلقتين لبن بودره لو موجودين، مش موجودين استثنيهم خالص، هم مش اساسيين في الوصفه. قلبي الكلام ده كله مع بعضه. وبعد كده هاتي الخميره بقى بتاعتنا اللي احنا عملنا لها الاختبار بتاعها. وبعد كده هنحط نص كوبايه الميه بالخميره، وهنحط معلقه مليانه خل. والخل محسن طبيعي للعجين، بيخليه ناجح ان شاء الله 100%. بعد كده عندك عجانه طبعا هنشتغل فيها، ما عندكيش على ايدك اعجني مش اقل من 10 دقايق عجن. هبتدي بقى احط تاني نص كوبايه من الميه كمان، بس شويه شويه كده عشان انا مش عارفه العجين بتاعي هياخد ميه قد ايه. ركزي بقى يا ست الكل في الخطوات دي عشان ان شاء الله العيش الفينو يطلع معاكي ناجح 100%. لو اول مره تشوفيني بقى ما تنسيش تشتركي في قناتي وخدي لفه في قناتي كده، ان شاء الله فيديوهاتي هتعجبك. هعجنها طبعا كده كويس، وما اتاكد ان العجينه اتلمت هنجيب بقى ربع كوبايه من الزيت زي ما انت شايفه اهو، ربع كوبايه زيت او 4 معالق زيت مليانين من المعلقه بتاعتنا اللي هي بتاعه الرز، المعلقه الكبيره. وهنزلهم شويه شويه لحد ما يختفوا خالص في العجينه بتاعتي. لو بشتغل على ايدي او في العجانه هنعمل نفس الخطوات. هتلاقي العجينه قطعت معاكي كده، ما تقلقيش خالص، افضلي عجني لحد العجينه بتاعتك ما تشرب الزيت وتبقى عجينه ناعمه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا اسفه على طول الفيديو، بس حبيت اديكي كل ملاحظه في الفيديو عشان الفينو يطلع معاكي ان شاء الله ناجح. بصوا انا عندي عجينه طريه بتلزق شويه لكن مش بتلزق قوي، وعامله زي اللبان كده او زي الكاوتش كده بتمط معاكي. انا في الفينو مش هريح خالص العجينه، بس هسيبها مش هخليها تختمر، بس هريحها 5 دقايق. يعني اول مره دي مش هخليها تخمر خالص. هعمل لك بقى طريقتين للتشكيل واللي تعجبك انت شكلي بيها. عشان كده انا قسمت العجينه بتاعتي بالنص. الطريقتين سهلين جدا جدا وان شاء الله يطلع معاكي فينو ناجح 100%. النص الاولاني هقطعه كده وابتدي اقسم العجينه بتاعتي. عندك ميزان وعايزه تشتغلي بيه اشتغلي، عايزه تشتغلي بايدك كده زي على طول براحتك خالص. انا ما بحبش اوزن بصراحه، انا بشتغل كده على طول. كده قطعت كل العجينه عندي قد الليمونيه الكبيره كده شويه، على حسب برضو انت عايزه رغيف الفينو بتاعك قد ايه. انا مش عايزاه كبير قوي، انا زي ما انتوا شفتوه كده عايزاه صغير. همسك اول حته عجينه وافردها كده بالطول زي ما انتوا شايفين. طبعا الطريقه شرحه نفسها، بس انا برضو حابه اوضح لكم. هقلب العجينه كده عشان الحته الناعمه، الملمس الناعم اللي من بره يبقى هو وش الرغيف، يبقى الرغيف بتاعي تمام. بصوا بقى للخطوه دي. بصوا حبايبي انا بلف وبصوابعي بدوس على العجينه بس خفيف، دوس خفيف. وكل لما تلفي الرغيف اكتر وتبرميه اكتر هيطلع معاكي لبابه العيش من جوه، او رغيف العيش محمل كده من جوه ومليان، ما يبقاش خفيف كده. انا ما بيعجبنيش العيش اللي اما تجيبيه تدوسي عليه كده يبقى زي الهوا من جوه، بيبقى فاضي. بصوا حبايبي وبقفل من الجنب. طبعا انا اسفه ان انا رغيت وما خدتوش بالكم الخطوه دي. وبعد كده هقفل كويس جدا، وضروري الرغيف نقفله كويس
وناخده لفة بايدينا كده على الرخامة. تمام، ونحط في الصاج. دي الطريقة التانية. معلش ما حبيتش اعيدها لكم مرة تاني، اللي ما خدش باله يرجع للفيديو هيستفاد اكتر، يعني هتشوفي الطريقة اكتر وتعرفي بتتلف ازاي. انا عايزاها مستطيل او مربع، مش مستطيل اسفة، انا عايزاها مربع متساوي. فهشيل الزيادات بعد ما فردتها كده وهقسمها بالنص. طبعا الحتة اللي انا خدتها دي عملتها على كذا مرة عشان تبقى صغيرة، وهبتدي الف وادوس برضو نفس الطريقة. بصوا حبايبي صوابعي يمكن هنا باينة شوية، بلف وادوس كده واقفل ضروري جدا. بصوا هرفعها لكم على ايدي عشان تشوفوا، واجيب كده اخر العجينة والف وابرمها كلها، وخلي القفل كله من ناحية واحدة بتاع الجناب، ومن تحت يبقى كله من جهة واحدة، وبايدي واخدها لفة كده على الرخامة. بصوا بس ما دوسش جامد، يعني الفها بس ما دوسش عليها. بصوا حبايبي واحدة كمان اهي، ادوس زي ما انتوا شايفين، وكل ما الف اكتر زي ما قلت لكم كل الرغيف ما يبقى محمل اكتر، وزي العيش المحترم كده، ده اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت، مش بتاعه الافران. بتاع الافران تحسوه هايش كده وفاضي من جوه، ده اللي بيبقوا 4 في كيس و5 في كيس في السوبر ماركت، ده عارفينه هو ده. بصوا بقى، بقول لكم ما تعملوش بصوابعكم، بطنيه ايديكم وتلفوها كده، وبيطلع معاكم الرغيف. طبعا زي ما قلت لكم على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. ده النص كيلو بسم الله ما شاء الله طلع معايا 19 رغيف، وواحد كبير ورغيف كبير خالص هوريهولكم دلوقتي. بسيبه بقى مش اقل من ساعه، ساعه ونص، لحد ما يختمر ويتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا احنا داخلين على الشتاء والبرد وكده، فالعجين بياخد وقت معانا في انه يختمر اكتر، يعني بياخد وقت اطول. انا دهنت دهنه لبن خفيفه كده. طبعا في ناس بتحب تدهن بيض، اللي حابب يدهن بيض مفيش مشكله، على حسب ذوقك. دي دهنه لبن، وهنحط سمسم او حبه البركه على حسب ما تحبوا. انا هعمل نصه بسمسم ونصه لا. وطبعا هكون في الوقت ده مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه 220 او اعلى درجه حراره عندك. ده الرغيف الكبير هتشوفوه لما يطلع. وبتدخلوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بياخد تقريبا تلت ساعة او نص ساعة على حسب درجة حرارة الفرن عندك. بس اهم حاجة المخبوزات بتاعتنا نعللها درجة الحرارة جدا، يعني نسخنها حلو. بصوا حبايبي بقى العيش اللهم بارك بسم الله ما شاء الله، تحفة وطعمه في منتهى الجمال. اتمنى تجربيه ويعجبك، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديك وتعملي كل حاجه احسن مني كمان. زي ما قلت لكم انا شغلت درجه الحراره على 220 اعلى درجه حراره عندي في الفرن، وحطيته في الرف الاوسط. خد تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه، وده من غير شوايه. بسم الله ما شاء الله طلع اللون ده من غير شوايه. طب استوى من تحت ووشه لسه مستواش، شغلي له الشوايه دقيقتين مفيش مشكله، بس ما تشغليش فوق وتحت مع بعض عشان العيش ياخد وقته في السوا. وبصوا بقى من جوه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا طبعا مبسوطه جدا بالنتيجه اللي انا عملتها. الفينو طالع حلو قوي، مهما شرحت لكم حلو قد ايه مش هتعرفوا الا لما تجربيه. وهي حلوه قوي لاولادكم في المدارس، حطوا فيه الحشوات اللي تعجبكم، طعمه في منتهى الجمال. وبكره ان شاء الله انزل لكم فيديو الكايزر برضو حلو جدا وناجح 100% ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه وتطلع من ايديكم زي العسل. لو اول مره بقى تشوفيني واستفدتي اي حاجه من الفيديو بتاعي، يا ريت تشتركي في قناتي وخدي لفه كده في القناه، ان شاء الله فيديوهاتي كلها تعجبك. واكتبي لي لايك حلو كده زيك، وقولي لي ايه رايك في الوصفه لو عملتيها. بصوا بقى بوريكم، اعملي الحجم اللي يريحك صغير او كبير براحتك خالص، والاتنين طلعوا مستويين وحلوين جدا. يا مساء الهنا. يعني ايه كيلو القراقيش يوصل 160 و170 جنيه واحنا نقدر نعملها بمنتهى البساطه في البيت؟ بصراحه انا معرفش، انا بسمع الاسعار دي لان كده كده انا ما بجيبش القراقيش من بره خالص، لان انا بعملها في البيت احسن وانضف 100 مره من بره. تعالوا نعمل القراقيش في البيت تقضينا في الفطار في الليل كده واحنا سهرانين مع كوبايه شاي بلبن كده، بطريقه سهله جدا وبسيطه ومكونات مفيش اسهل منها. تعالوا نسمي بالله ونشوف الطريقة على طول. بس لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تتابعيني، وشوف خدي لفة كده في قناتي فيها حاجات إن شاء الله تعجبك. هنسمي بالله، وأول حاجة معايا نص كوباية من الحليب أو المية الموجودة عندك، هنحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة أو كيس خميرة، معلقة ونص من السكر،
وقلبي الكلام ده كله على بعضه واركنيه على جنب دقيقتين 3 لحد الخميره بتاعتك ما تتفاعل كده مع بعضها. تمام. بعد كده هجيب معايا، انا هشتغل على كيلو دقيق، انت بقى اعملي الكميه اللي تناسبك، كيلو 2 نص براحتك خالص، اقسمي الكميه براحتك. حطيت على كيلو الدقيق معلقه صغيره من الملح و4 معالق من السمسم، ودول اختياري. السمسم بتحمصيه وتحطيه سخن كده على الدقيق، ومعايا نص كيلو من السمنه مسخناه كويس على البوتاجاز، يعني مسيحاه، سمنه بقى بلدي نباتي، سمنه بلدي على زيت براحتك خالص، بس بلاش زبده عشان الزبده العجين بتاعها بينشف لما بيخش الفرن عشان بيبقى فيها سوائل كتير. فزبده لا، لو هتجيبي زبده سيحيها الاول وحوليها لسمنه. قلبي الكلام ده كله كده مع بعضه بالمعلقه الاول لحد الدقيق بتاعك ما يبرد، عشان السمنه بتاعتنا كانت بتغلي، كانت سخنه. قلبيه كده بايدك وتاكدي ان هو برد. بعد كده بقى اشتغلي بايديكي عشان هنا الاسباتولا مش هيبقى ليها لازمه معانا، ونبس الدقيق كده بايدينا كويس. وطبعا قلت لكم 100 مره نبس يعني ايه، يعني نفرك الدقيق بالسمنه. هفضل افرك الدقيق كده بالسمنه لحد ما اتاكد ان كل الدقيق اتغلف بالسمنه كويس. والحركه دي اللي بتخلي لك البسكوته بتاعتك او المنين او القرص ناعمه، ما تبقاش بتعض كده وناشفه. يعني ما فيش واحده تروح تحط لي السمنه على طول وتحط بقيه المكونات عليها، لا، لازم الحركه دي الاول. خلاص كده اتاكدت ان الدقيق بتاعي كله اتغلف بالسمنه. هنا بصوا الخميره بسم الله ما شاء الله تفاعلت ازاي. وعلى فكره انا هعوز تاني شويه ميه او شويه لبن، بس هي المقطع ما جاش، عشان بس بقول لكم من البدايه كل واحد على حسب نوع الدقيق والعجينه تلف تحت ايده وتتعجن كويس هتحط قد ايه. انا احتجت تاني تقريبا 4 معالق ميه كده، يعني ربع معلقه، ربع كوبايه صغيره. هفضل اعجن كده والم العجينه وهوريكم الملمس النهائي اللي احنا عايزينه اللي نوصل له. بصوا حبايبي اهو، بسم الله ما شاء الله العجينه اتلمت معايا، بتاخدش وقت خالص. اما لمها في ايدي كده وادوس عليها احسها طريه تحت ايدي ومش بتشق. كده العجينه بتاعتي تمام. يعني هنحط من كوبايه لربع الكوبايه ميه او لبن سوائل يعني. بعد كده هغطيها شويه تختمر ربع ساعه او نص ساعه على حسب حراره الجو عندك، وطبعا الجو برد فهنسيبها اقل حاجه نص ساعه. وما تنسوش احنا هنخمرها مره كمان. طريقه التشكيل بقى بتاع المنين اسهل منها مفيش. انا مش محتاجه غير سكينه او قطاعه بس، يعني مش محتاجه حاجه تاني. همسك طبعا الحته على حسب ايدك وعلى حسب يعني انت هتقدري تفردي قد ايه او الرخامه بتاعتك قد ايه. اهم حاجه نغطي العجين بالكيس زي ما انت شايفه كده، عشان احنا في السقعه العجينه بتاعتنا ما تشققش. بسخنها بس في ايدي كده الاول لان طبعا السمنه بتجمد. بصوا حبايبي بخليها بقى الف العجينه كده واتاكد ان خلاص بقت طريه تحت ايدي على الرخامه بقى، وهعملها كده بشكل اسطواني. وطبعا في اكتر من طريقه لتشكيل المنين لكن دي اسهلها. كده خلاص هعملها كده بالحجم اللي انا شايفاه ده، وبصوابعك بطراطيف صوابعك كده دوسي عليها، مش محتاجه نشابه ولا اي حاجه خالص. في ناس بتقول عليه منين وناس بتقول عليه قراقيش، ويعني كل واحد يقول الاسم اللي يريحه. لكن عاده بنقول عليها قراقيش يعني. هشيل الزوايد كده زي ما انتوا شايفين، ولو هي متساويه وانت حابه تقطعي على طول قطعي، بس انا بحب شكلها يطلع كله شبه بعضه. بشيل الزوايد من الاربع جناب كده، من الاربع جناب. وبعد كده ببتدي اقطع بقى على حسب السمك اللي انا عايزاه. طريقتها سهله جدا جدا جدا. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله العجينه ناجحه مش مشققه وحلوه خالص زي ما انتوا شايفين. اهو ده السمك اللي احنا عايزينه. وهي لسه ترتفع تاني لان لسه هنخليها تختمر شويه قبل ما ندخلها الفرن. بنسيبها تاني ربع ساعه مش اكتر بقى، يعني الخمره التانية دي بنسيبها ربع ساعه تلت ساعه بالكتير قوي. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفيني تشتركي في قناتي وخدي لفه كده في القناه، ان شاء الله فيديوهاتي تعجبك. هترصيها في الصينيه او الصاج اللي انت هتدخليه الفرن، وفي الوقت ده مشغلين الفرن على درجه حراره متوسطه. بنحطها في الرف الاوسط من الفرن، ما تحطهاش على ارضيه الفرن عشان ما تتلسعش منك. بنسيبها تختمر ربع ساعه تلت ساعه، وبعد كده ندخلها الفرن على فرن سخن. بتطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده بسم الله ما شاء الله. وده فرن البوتاجاز العادي على فكره، انا مسويه النهارده القراقيش في فرن البوتاجاز العادي.
سهل جدا وسريعة وبسيطة ومكوناتها سهلة، وزي ما انتوا شفتوا بسم الله ما شاء الله الكيلو طلع لي كمية قد ايه. ونعمل حاجتنا في البيت ومش محتاجين نجيبها من بره خالص. وبصوا التسوية والكاميرا كمان، والله الإضاءة ظالمة اللون أحلى من كده كمان. بصوا بسم الله ما شاء الله من جوه مستوية ازاي ودايب بقى كده، تحطيه في بقك يدوب دوب. اتمنى تجربي طريقتي في القراقيش وتعجبك، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكي وتعملي كل حاجه وتطلع من ايديكي زي العسل. يا مساء الهنا، يلا نعمل مع بعض النهارده شيبس الافران او مقرمشات الجبنه اللي بنجيبها من الافران. طبعا كلنا بنجيبها من الافران، بس اكيد مش كلنا نعرف انها سهله جدا وبسيطه ومش مكلفه خالص. بدل ما نجيبها من الافران مره تطلع حلوه مره تطلع وحشه، لا طريه، لا معرضه للشمس او التراب، لا نعملها احنا في بيتنا بمنتهى البساطه. من 3 كوبايات دقيق يعني نص كيلو، طلع لي كميه هتشوفوها اخر الفيديو كبيره جدا. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تتابعيني، ونسمي الله ونشوف الطريقه على طول. اول حاجه معايا نص كيلو من الدقيق، هتعجني في العجان او على ايدك براحتك خالص، هي مبتاخدش وقت خالص. حطيت على نص كيلو دقيق معلقتين كبار من النشا، معلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر، وطبعا ما تنسوش معلقه البيكنج باودر. واحط معلقتين كبار من معجون الطماطم اللي هي الصلصه المعلبه، ونص كوبايه صغيره من الزيت اللي هي المج الشاي بتاعنا العادي. وبعد كده بقى هنحط النكهه بتاعتنا اللي انتوا تحبوها. النهارده نعملها ببهارات البطاطس الجبنه، بنجيبها من عند العطار اللي احنا بنرشها على البطاطس وعلى اغلبيه المقرمشات اللي بنعملها، هتلاقيها عند العطار. وبعد كده هنقلب وننزل الميه شويه شويه. انا عايزه عجينه طريه عشان تبقى البسكوته بتاعتي هشه. احنا ممكن نقول عليه بسكوت مملح لانه حلو جدا وطعمه جميل، بس هو طبعا لما بنشتريه اسمه شيبسي الافران. بصوا حبايبي العجينه زي ما انتوا شايفين كده طريه مش جامده. بصوا، وعشان اتعجنت كويس فيها مطه كده عامله زي اللبان، زي ما انتوا شايفين كده. هريحها بقى 5 دقايق، هي ما بتختمرش لان هي ما فيهاش خميره. بركنها بس على الرخامه كده عقبال ما نجهز الصواني بتاعتنا. 5 دقايق على الرخامه، وبعدين هو الجو حر اصلا. بايدك بقى او بالنشابه، لو عندك نشابه اللي هي اليدويه دي هتساعد معاكي في الفرد، لكن هي بتتفرد بسهوله جدا وما بتلمش تاني. يعني مش زي العجينه اللي كل ما تفرديها تلم، لا هي الحته اللي بتتفرد ما بتلمش. عايزينها خفيفه قوي على قد ما تقدري، خلي العجينه بتاعتك خفيفه على قد ما تقدري عشان تطلع معاكي مقرمشه وما تاخدش وقت في الفرن، وما تبقاش بتعض كده زي ما بنقول، يعني تبقى شيبسي بجد. هنا بقى على الوش حابه تحطي حبه البركه، سمسم، زعتر، ينسون، اللي تحبيه والنكهه اللي تحبيها حطيها. انا حطيت شويه من حبه البركه وشويه من السمسم، وهرش رشه كده من الجبنه. والصاج التاني هرش عليه بابريكا عشان يدي اللون الاحمر. برضو حطيت سمسم وحبه البركه وحطيت بابريكا. وبايدي وهدوس دوسه خفيفه بس كده عشان اتاكد ان السمسم وحبه البركه مسكت في العجينه بتاعتي، وما تستوي ما تقعش منها. تمام. هنبتدي بقى نقطعها التقطيعه اللي تعجبك. انا قطعتها تقطيع عشوائي كده مربعات صغيره زي ما بنشتريها. بقطعت البيتزا او السكينه اللي موجوده عندك. بصوا حبايبي بقطع عادي، ما بقس ولا بعمل اي حاجه. والاطراف اللي لسه ماسكه بعملها بالسكينه كده عشان القطاعه بتاعتي ما جابتش اخر الصاج. في الوقت ده انا مسخنه الفرن على درجه حراره متوسطه، وبنحطها في الرف الاوسط من الفرن. بتاخد 10 دقايق بالظبط. لو عندك شوايه مروحه شغليها، ما عندكيش ما فيش مشكله. وده الصاج التاني، ده صاج كبير من صاج الافران الكبير. دخلتها اول ما بتطلع زي ما انتم شايفين. ده الصاج اللي قلت لكم حطيت عليه بابريكا من على الوش حتى تحسوا ان لونه محمر شويه. تاخد 10 دقايق بالظبط وبتطلع. وده الكميه اللي طلعت من نص كيلو دقيق، يعني انت ما تعمليش اكتر من نص كيلو دقيق. كميه حلوه جدا بسم الله ما شاء الله. والطريقه سهله وبسيطه ومفيش احسن من كده. وبصوا بقى القرمشه خفيفه جدا وطعمها حلو، وطعم التوابل الجبنه حلو قوي. اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم واستفدتوا اي حاجه من الفيديو بتاعي، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجه وتطلع من ايديكم زي العسل. يا مساء الهنا، يلا نعمل مع بعض القرص المبسوسه. والقرص المبسوسه غير القرص الطريه.
دي قرص طعمها حلو قوي، هتجربيها كده هتمشي معاكي مع كوبايه شاي بلبن او حته جبنه، فطار كده في الصبح او اكله بالليل كده قبل ما تنامي، حاجه خفيفه وسهله، وان شاء الله الطريقه تعجبك. تعالوا نسمي بالله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه معايا كوبايه من الحليب، تمشي حليب او ميه الموجود عندك، بس انا بحب اعمل المعجنات دي بالحليب عشان تبقى مغذيه اكتر. حطيت عليها معلقه من الخميره او كيس خميره ومعلقه كبيره من السكر، وهقلبهم واركنهم على جنب لحد الخميره بتاعتي ما تتفاعل، دقيقتين 3 كده. معايا بقى كيلو من الدقيق، وانا هشتغل على كيلو، انتي براحتك خالص، حابه تقللي او تكتري براحتك. حطيت عليه ربع معلقه صغيره من الملح، وهنا بقى الطعم اختياري ليكي، انا حاطه كمون وسمسم، انتي ممكن تحطي شمر، ممكن تحطي حبه البركه، براحتك خالص. حمصتهم كده على النار شويه لحد ريحه الكمون الحلوه كده ما تطلع، وبعد كده هضيفهم على الدقيق. وفي الوقت ده مسخنه نص كيلو من السمنه، شايله منه معلقتين كبار، وسخنتهم زي ما انتم شايفين، خليت السمنه بقت سخنه قوي، عشان بصوا اول ما نزلت على الدقيق بتفور ازاي. في الوقت ده بقى هقلب بالمعلقه كده لحد الدقيق بتاعي السمنه ما تبرد شويه في الدقيق، وبعد كده هستخدم ايديا بقى. زي ما قلت لكم انتوا تقدروا تبدلوا الكمون بينسون او شمر او حبه البركه، ودي اختيار ليكم. وطبعا السمسم انا بحب اعمل المعجنات دي دايما بالسمسم، والاضافه التانية بغيرها. على ايدي بقى وهبس العجين كده، يعني هغلف الدقيق بتاعي كله بالسمنه زي ما انتوا شايفين على ايدي. والحركه اللي انا بعملها دي بتخلي لك القرصه بتاعتك ناعمه، وعملناها قبل كده في الفيديو بتاع القراقيش، ارجعوا الفيديو القراقيش حلو قوي ان شاء الله يعجبكم برضو. كده غلفت خلاص الدقيق بتاعي كله بالسمنه زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى اللبن بالخميره زي ما انتوا شايفين، وممكن لو مش حابه تحطي حليب هنجيب معلقتين لبن بودر ونضيفهم على نص كوبايه ميه. هنزل اللبن شويه بشويه واعجن لحد ما اتاكد ان العجينه بتاعتي لمت تحت ايدي كده. بصوا هحط بقيه نص كوبايه الحليب، وهنا السوائل بتفرق بين كل دقيق والتاني، يعني انا ممكن اخد نص كوبايه، انتي تاخدي كوبايه الا ربع، غيرك ياخد كوبايه، على حسب برضو العجينه ما تلم تحت ايدك. بصوا حبايبي العجينه لمت اهي وبقت طريه، انا مش عايزاها ناشفه قوي لكن في نفس الوقت ما تبقاش بتلزق في ايدي. بصوا بسم الله ما شاء الله حلوه خالص اهو زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه ندوس عليها ما تشققش. هنسيبها ترتاح ربع ساعه او 10 دقايق، مش عايزاها تختمر الاختمار اول مره، يعني ما تختمرش كتير عشان احنا لسه هنخمرها بعد التشكيل. هنا بقى عندك طريقتين للتشكيل، ممكن تاخدي حته في ايدك كده وتلفيها زي على حسب انت حابه القرصه قد ايه، كبيره او صغيره. لو انتوا حابين تحشوها هتفتحوها كده وتحطوا جواها العجوه او الملبن وتقفلوها، بس انا النهارده هعملها ساده، بس انا حبيت اوريكم لو حابين تحشوها هتعملوها ازاي. بلفها كده وادوس عليها بايدي دوسه خفيفه واحطها في الصاج. دي طريقه تشكيل سهله جدا وسريعه. طب انا بقى عايزاهم كلهم يطلعوا نفس الحجم ونفس المقاس ويطلعوا زي بعض، وبالنسبه لي مش هعرف اطلعهم كده. تمام، هوريكم الطريقه التانية للتشكيل اللي انا كملت بيها الفيديو، برضو اختيار ليكم. انا عاده بعملها كده بس انا حبيت اوريكم الطريقه التانية، انا بشكلها على ايدي على طول. هنجيب قطعه من العجينه على حسب انت هتقدري تفردي قد ايه عندك على الرخامه، وبين كيسين كده، كيس من فوق وكيس من تحت، وبايدك مش محتاجه نشابه ولا اي حاجه، بايدك كده وهدوس عليها هفردها. وهنا برضو وبأي بقى كوباية عندك أو طبق صغير أو قطعي الحجم اللي يناسبك. أنا كان التقطيعة دي مناسباني أو الحجم ده مناسبني، شوفي انت حابة تبقى قد ايه. اللهم صل على النبي. هنا بقى انت حابة الفطيرة بتاعتك عالية أو القرصة بتاعتك عالية أو خفيفة، برضو براحتك، وطعمها بيختلف عن ان هي لما تبقى سميكة أو تبقى خفيفة. طبعا لما بتبقى خفيفة بتبقى مقرمشة أكتر، وهوريكم في اخر الفيديو الفرق بين الاتنين ايه. بصوا حبايبي كده ده الشكل. بصوا بقى تطلع كل الفطاير بتاعتكم نفس المقاس، كل القرص نفس المقاس بالظبط. هنحطها بقى في الصاج. الكيلو بسم الله ما شاء الله طلع معايا كمية كويسة جدا. انا في الشتاء عادة استحملوني شوية بعمل معجنات كتير كده. خلاص هرصهم في الصاج، اسيبهم بقى يختمروا نص ساعة، ساعة الا ربع. طبعا الجو دلوقتي بارد، ممكن ندخلهم الفرن، طبعا مش شغال،
ونسيبهم لحد ما يختمروا او في مكان ظل. عندك اختيارين بقى، وهوريكي برضو في اخر الفيديو ايه الفرق بينهم. هنا ممكن بالشوكة كده وتعمليها فيها فتحات للناس اللي بتخاف ان ممكن القرصة تقب منهم او تعمل قشرة من على الوش. وبعد كده بعد ما بيختمروا بندخلهم الفرن في الرف الاوسط من الفرن على درجة حرارة متوسطة، وناخد بالنا منهم وما نحطهمش على ارضية الفرن عشان ما يتلسعوش. وبيطلعوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسم الله ما شاء الله، حلوين جدا. وادي بقية الكيلو، والحتة الاخيرة اللي فضلت قطعتها قراقيش زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي بين الفواصل دي. بصوا حبايبي طعمهم حلو قوي مع الجبنة تحفة، وريحة اليانسون فيهم حلوة بشكل ما اقولكوش. بصوا دي اللي قطعتها عالية شوية، بصوا من جوه عاملة ازاي، مختمرة وحلوة وجميلة وكل حاجة. لكن انا بفضل الخفيفة اكتر، بتبقى مقرمشة ودايبة كده اكتر. وهنا ده اللي انا خرمته بالشوكة، واللي جنبه ما خرمتوش، اللي ما خرمناهوش قب شوية، يعني ارتفع العلو بتاعه اكتر من اللي خرمناه. ودي اللي خرمناها اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى تحسوا ان هي مقرمشة شوية، والاختيار ليكوا. واحنا نعمل حاجتنا في البيت، ودي ميزة ان احنا نعمل حاجتنا في البيت، بنعملها على حسب ذوقنا وعلى حسب هوانا. جربوا تعملوا كل حاجة في البيت وبألف هنا وشفا، وربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا كل حاجة وتطلع من ايديكم زي العسل. ما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفيني يا ريت تتابعيني، بوريكم الفرق بين اللي خرمتها واللي ما خرمتهاش. دي خفيفة ودي تقيلة. وبصوا التسوية بسم الله ما شاء الله في فرن البوتاجاز حلوة جدا.